يوم رايق على الجمهوريه لعشاق الماكينات الالمانيه والمغامرات الشقيه. بنقدم لكم النهارده الدبابه البافاريه. قبل ما تكملوا الفيديو معانا لايك وشير ويلا بينا. تخيل معايا كده المغامرات الوثائقيه اللي بنشوفها على ناشونال جيوغرافيك، اللي معاهم موتوسيكلات وعمالين يلفوا العالم ويروحوا جنوب افريقيا وشمال افريقيا والمغرب والهند ورايح جاي وعمال يلفلف بخامهم. ان انت تقدر تعملها ازاي مش عارف، هي محتاجه وقت طبعا ومحتاجه موتوسيكل. ده الموتوسيكل الاساسي بتاع الكلام ده، اقوى موتوسيكل تقدر تلف بيه العالم وتعمل مغامرات ملهاش اول من اخر. فالواحد يا جماعه والله من احلامه ان هو يقدر يعمل مغامره حوالين العالم، يعني هو حلم بعيد قوي بس اللي عملوه مش احسن مننا، نقدر نعمله في يوم من الايام. فانت مبدئيا محتاج موتوسيكل يستحمل معاك الاحوال الجويه اللي ممكن تمر بيها في لفتك حول العالم. في موتوسيكلات كتير، واقوى موتوسيكل او يعني اكتر موتوسيكل الناس بتستخدمه الرحاله حوالين العالم البي ام دبليو الجي اس. غالبا الموتوسيكل ده بدأ إنتاجه سنة 1980. فتخيل كده معايا في يوم من الأيام الالتزامات اللي على البني آدم تختفي وتتلاشى وتتبخر، وتقدر تروح تجيب خيمة وفريش باظ اللي هي الشطافة، في لمبة صغيرة برضو بتتجاب ومنامة. المنامة دي برضو أساسية. فقصة إن أنت تطلع بره مصر بالموتوسيكل الموضوع صعب وشائك وليه حوارات كتير الواحد برضو مش فاهمها. بس اللي تقدر تعمله جوه مصر في اماكن كتير جدا في مصر تقدر تروح تخيم فيها وتغامر فيها وتلفها وتستكشفها محدش يعرف عنها حاجه. كان في واحد من هولندا عدى عليا قبل كده، نزل لف اوروبا بعد كده راح على فلسطين ومن فلسطين جه على مصر او الاردن الاول، بعد كده لسه مكمل مشوار لحد جنوب افريقيا. وكان عامل القصه دي يا جماعه بموتوسيكل حتى قديم هوندا افريكا توين، كان موديل حاجه و90 غالبا 2000 وحاجه، مش موتوسيكل جديد حديث زي اللي احنا جايبينه لكم النهارده. وطبعا اما الشركات لقت ان ناس كتير جدا بتخش موضوع المغامره ده وان هم يلفوا ويستكشفوا، فالدنيا طرشت منهم في التكنولوجيا في الموتوسيكلات. بسم الله الرحمن الرحيم. كده مبدئيا مفتاح الموتوسيكل عاملين مكان ليه حط هنا اهو، تمام. وهو الموتوسيكل نفسه كيلس، يعني انت مش محتاج المفتاح عشان تدوره، انت بتدوس على زرار يقوم فاتح لك كل حاجه. تعالوا نتكلم بقى شويه تكنولوجيات موجوده في الموتوسيكل يا جماعه قبل ما نتكلم على المواصفات بتاعته. مبدئيا الموتوسيكل العداد بتاعه كله LED، شاشه كده موجوده قدامك، تقدر تلضم التليفون مع الموتوسيكل وتشوف مين بيكلمك ومين ما بيكلمكش. تقدر تركب GPS كمان بتاع بي ام دبليو يوريك انت رايح فين وجاي منين، يبقى واقف مع القمر الصناعي. بس هي الحاجات دي موجوده في مصر دخولها مش سلس ورخم، ليه مش عارف، مع انه موجود على التليفون. فتقدر تحط التليفون على طول قدامك وتمشي على ايه، على جوجل مابس. مديك اوبشن على الشاشه يوريك الفرده اللي قدام الضغط بتاعها قد ايه، والفرده اللي ورا الضغط بتاعها قد ايه، بسنسورات موجوده جوه. طبعا الشاشه دي بتقدر تشوف فيها درجه حراره الموتوسيكل، درجه حراره الجو اللي بره، البنزين اللي في الموتوسيكل يمشيك قد ايه. حتى في ابلكيشن مع التليفون بيوريك انت قطعت مسافه قد ايه، وتقدر تتفاخر بينك وبين المغامرين الاخرين، انا عملت 1000 كيلو 2000 كيلو 3000 كيلو 20000 كيلو. بنتكلم في موتوسيكل على وزنه وحجمه، وزنه حوالي 465 كيلو، 2 سلندر 1250 سي سي، حوالي 135 حصان. الواحد لما طلع ساعه الموتوسيكل بيشد معاك اول وثاني، بيترفع بيه. الحاجه اللي حلوه جدا عاملينها فيه كموتوسيكل ادفنشر ان فيه كويك شيفتر. كويك شيفتر انت بتقدر تنقل من غير ما بتدوس على الدبرياج بايديك، تدي بس نقله فوق والنقلات تحت على طول برجلك على طول كده. موتوسيكل غشيم قوي. التوب سبيد بتاعه حوالي 200 حاجه و30، انا مش فاكر بالظبط انا جبت بيه كام، بس وبتقدر تعمل له الاي سي يو فلاش طبعا وتفتح الكنترول بتاعه وتروح. تخيل معايا ان هو بيجيب من 0 ل 100 في حوالي 3 ثواني و6 من 10. تعالوا نتكلم بقى على ايه الراحه اللي فيه. نبدا بالكرسي. الكرسي بتاعه يا جماعه مريح جدا وطري جدا فوق ما تتخيل. المسند ده انت براحتك تركبه ما تركبوش، بس ده معمول عموله من الاخر يعني يركب ورا. نيجي للشنط بتاعه الموتوسيكل، هنقدر يا جماعه نشيل الثلاث شنط، نركب الشنطتين دول بس، نركب الشنطه دي بس، نركب الشنطه دي بس، كل واحد براحته وبمزاجه حسب انت محتاج تحط حاجات قد ايه. فنفتح الشنطه ونشوف المساحه بتاعتها قد ايه. طبعا الانجن جارد ده هو نازل ستوك فيه. تعالوا نشوف انوار الموتوسيكل. في كم اكسسوارات يا جماعه ممكن تحط الموتوسيكل ملهاش اول من اخر، يعني كل واحد بقى مزاجه وتعديلاته. ده كفر مثلا محطوط بيحمي الفانوس نفسه، في ناس بتحط الكفر ده عليه زي شبكه حديد. بص ده كده النور بتاعه ودي الاشارات، وحتى الفوجات محطوط عليها شبك هنا عشان الزلط، هم عاملين حساب الموتوسيكل داخل في زلط وكذا وكذا وكذا. الفوجات دي نازله في الموتوسيكل ستوك. الموتوسيكل طبعا فيه سخانات مقابض بدرجتين، ممكن تقفله خالص براحتك. انا اوريك لوك الجدون المختلف عن اي موتوسيكل. انت اي جدون تحط وتقفل، هنا انت بتدوس دوسه طويله كده اهو بيلوك الجدون، تيجي تعمل كده خلاص هو اتعمل له لوك. دوسه ثانيه فتح اللوك والبتاع فتح معاك. التانك بتاعه ده بيفتح من غير مفتاح،
كيلس رايد. الفرد بتاعت الموتوسيكل يا جماعه تيوبلس بس الجنود بتاعته سلك، وعندنا حامل نص نقدر نرفع بيه الموتوسيكل رجليه كده اهو. انت الحامل ده تقدر تتعامل في الفرد، تقدر تفك، تقدر تعمل لوحدك لو انت معاك عدتك. فانت كده رافع الموتوسيكل، تقدر تغير فرده قدام، تغير فرده ورا، والموتوسيكل على كورونا طبعا، وتقدر تتعامل في الموتوسيكل لو انت معاك عدتك وفاهم في موضوع الصيانه. وده اغلب الناس اللي بتغامر اصلا طريقه معاملتهم للموتوسيكلات دي. ومن التكنولوجيا يا جماعه الموجوده فيه برضو ان انت لو على مطلع او على منزل ومجرد دوست الفرامل دوسه كبيره او دوسه جامده، الموتوسيكل بيثبت، يعني ولا بيطلع قدام ولا بيرجع ورا، ومجرد بس لمسه الفرامل تاني بيفك وبتقدر تتحرك بيه بسهوله جدا. في منه كذا لون، في الاكسكلوسيف اللي احنا شايفينه، في رالي اديشن بيبقى حجمه اصغر شويه واوطى شويه، في اسود في اصفر حلو قوي. فانت لو طولك قصير تقدر توطي المساعد، لو انت قصير قوي بقى تجيب الرالي اديشن اللي هو حجمه اصلا اصغر وطوله كمان اقصر ووزنه مختلف بكتير. يتراوح سعر الموتوسيكل ده يا جماعه بعد تسعيرات بموديلات جديده ممكن يكسر معاك ال 600,000 جنيه ومستعمل مش جديد. انا عارف ان نفسك فيه ومش هتشتريه، فتعالى نحلى انا وانت لحد ما الدنيا تروق وتحلى وربنا يكرمنا ونجيبه كلنا ونلف العالم كله من شرقه وغربه وشماله لجنوبه. اكتبوا لنا في الكومنتات اي موتوسيكلات تانية عايزين نتكلم عليها، ويوم رايق عليكم وشكرا لحسن المتابعه والسلام عليكم.